بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة سريعا كده هنشرح الشابتر الثالث في مادة البوتاني. عنوان الشابتر سيل ديفرنشيشن، يعني انواع الخلايا. في من ضمن الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، وطبعا بما اننا في مادة البوتاني مادة النبات، فاحنا ان شاء الله هنتكلم عن الخلية النباتية. الخلية النباتية بتتكون من 3 حاجات رئيسية، طبعا احفظوا معايا كده بالترتيب. اول حاجة السيل ميمبرينز، يعني الغشاء السيتوبلازمي. الغشاء السيتوبلازمي بيحيط به السيل وول، يعني الجدار الخلوي. والجدار الخلوي طبعا ده اللي بيميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية، يعني مش موجود في خلايانا خلايا الانسان السيل وول ده خالص. السيل وول طبعا موجود في النبات وقد يوجد في بعض الحشرات. طبعا السيل وول ثم السيل ميمبرين وبداخلهم السيتوبلازم. هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل، وبعد كده هناخد انواع الخلايا النباتية. طبعا دي تركيب الخلية النباتية. اول حاجة السيل ميمبرين او الغشاء السيتوبلازمي، هنعرف وظيفته ايه. بيقول it holds the cell together، يعني بيربط الخلايا ببعضهم البعض. and allows the nutrients to pass to and from the cell، يعني بيسمح للمواد الغذائية اللي هي تنتقل داخل الخلية او خارجها. طبعا الامتحان بيجي نظام MCQ، يعني صح وغلط، اختر، اكمل. يعني مثلا ممكن السؤال ده يجي لك ازاي في الامتحان، اللي هو مثلا هيجيب لك جملة الاورجان اللي هو holds the cell together and allows the nutrients to pass to and from the cell، وهيجيب لك اختيارات، ممكن السيل ميمبرين، السيتوبلازم، السيل وول. فطبعا انت طبعا هتقول السيل ميمبرين لانك بتعرف وبتعلم كل حاجة بحاجة. فالسيل ميمبرين انت عارف ان هي بتنقل المواد الغذائية من والى الخلية. ثم بعد ذلك السيتوبلازم. السيتوبلازم ده عبارة عن يعني مية كده او جل، ووتري جل، بيحتوي على different components inside it like، يعني دي الاعضاء الوظيفية او الموظفين اللي موجود في الخلية. اول حاجة الميتوكوندريا، تاني حاجة النيوكليوس النواة، ثالث حاجة الكروموزومز، رابع حاجة النيوكلير ميمبرين، خامس حاجة الفوكيولز. لو نيجي هنتكلم على الميتوكوندريا، كل حاجة نتكلم عنها بالتفصيل. الميتوكوندريا دي بتبقى مسؤولة عن الطاقة، الأورجانيل ذات ريليز ذا انرجي فروم فود. عارفين طبعا النبات بيكتسب الفاتس أو الكربوهيدرات أو مواد غذائية كتيرة، طبعا بياخد من الكربوهيدرات دي الجلوكوز اللي هو أكبر مادة بتديله طاقة، وبيكسرها فين؟ في عضو داخل السيتوبلازم اسمه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بيحصل فيها دورة كريبس اللي خدناها في الثانوية العامة، وبينتج 38 جزيء ATP اللي هي الطاقة. تمام، فدوت معناه release the energy from food. تاني حاجة هنتكلم عن النيوكليوس النواة. طبعا النواة ديت من أهم حاجة في الخلية، اسمها الهيد اوف ذا سيل، يعني ديت رأس الخلية وأساس الخلية، لأنها بتحتوي على الجينيتيك ماتيريال، يعني المادة الوراثية اللي هي DNA، المسؤولة عن كل الصفات الوراثية اللي بتكتسبها الخلية. طيب ايه اللي بيصنع DNA ده؟ الجينيتيك ماتيريال. مين المسؤول عن تصنيعه؟ هنيجي لثالث عضو وهو الكروموزومز. الكروموزومز طبعا ده موجود في النواة برضو، found inside the nucleus، ومسؤول عن synthesis of genetic material اللي هو DNA. طبعا بأكد تاني ان الامتحان بيجي ممكن MCQ صح وغلط، ممكن يجيب لك السؤال ده صح وغلط، مثلا ويقول لك الكروموسومز responsible for the synthesis of genetic material DNA، صح ولا غلط؟ طبعا هتقوله صح. طب لو جاب النيوكليوس هي الهيد اوف ذا سيل and contains genetic material، طبعا ده تيجي صح وغلط، اكمل. انت بقى حاول ترتب الاسئله في دماغك على هذا النطاق. رابع حاجه هنتكلم عن نيوكلير ميمبرين، الغشاء النووي اللي هو encloses the nucleus، يعني بيضم النواة، بيحيط بالنواة بس. طيب بعد كده الفاكيولز، ديت عبارة عن فجوات بتوجد داخل الخلية، spaces in the cytoplasm in which food and water are stored. احنا عارفين طبعا وقلت لكم ان النبات بيكتسب الغذاء فاتس او جلوكوز او الكربوهيدرات. طيب الحاجات دي عشان يدخلها للميتوكوندريا عشان يجيب منها الطاقة بيخزنها فين الأول؟ في حاجة اسمها الفاكيولز.
دي فجوات موجودة في الخلايا بيخزن المية والغذاء فيها. طيب بعد كده هنتكلم عن الكلوروبلاست، دي برضو عضو موجود في السيتوبلازم، اكيد فاكرينه من الثانوي، هو مسؤول عن عملية البناء الضوئي. contains the green pigment اللي هي الكلوروفيل. الكلوروفيل المادة ديت اللي بتحتوي على البلاستيدات الخضراء المسؤولة عن عملية البناء الضوئي اللي بيحصل من خلالها النبات على الانرجي. تمام. طبعا عملية البناء الضوئي بتكون محتاجة كذا حاجة مع بعض، اللي هي الصلايت ضوء الشمس، زائد طبعا من الجذور النبات بيحاول يكتسب مواد غذائية زي المية او الاملاح والمعادن عشان يقوم بعملية البناء الضوئي في عضو الكلوروبلاست عشان ينتج الطاقة. طيب لو جينا للسلايد اللي بعدها، وتالت حاجة بقى وتالت تكوين وتركيب من الخلايا النباتية اللي هو السيل وول. بذكركم تاني احنا كنا اتكلمنا في الخلايا النباتية عن السيل ممبرين والسيتوبلازم، وقلنا ان السيتوبلازم يحتوي على كذا عضو واتكلمنا عنهم بالتفصيل، ميتوكوندريا والنيوكليوس والكروموسومز وهكذا. هنيجي بقى تالت حاجة السيل وول. السيل وول طبعا هياخد مساحة شوية لان هنتكلم عنه بالتفصيل وهنتكلم عن مكوناته. السيل وول لو جينا نقول هو موجود فين، بيقول سيل وول فاوند اونلي انسايد ذا بلانت سيل، موجود فقط في الخلايا النباتية، طبعا ده قلناها في الاول. السيل وول فاوند اوتسايد ذا سيل ممبرين، يعني موجود خارج السيل ممبرين، بيحيط بالسيل ممبرين. تمام. طب وظيفة السيل وول، اول حاجة هو له 3 وظائف: provide protect prevent، احفظها كده، provide protect prevent. provide يعني بيوفر support and make cell strong and rigid and protect the cell membrane، يعني بيوفر الدعامة وبيخلي النبات قوي او الخلية النباتية قوية وصلبة، وفي نفس الوقت بيوفر protection of the cell membrane اللي هو بيحيط بيه. تمام. تاني حاجة protect the internal organs like nucleus والميتوكوندريا، يبقى هو بيعمل حماية لحاجتين: الحاجات اللي بداخله، اول طبقة بعد السيل وول السيل ممبرين بيوفر لها البروتكشن، وبعدين العضيات اللي بتحتوي او اللي موجودة داخل السيتوبلازم زي النيوكليوس ميتوكوندريا كروموسومز الريبوسومز والحاجات دي. طيب تالت وظيفة من وظائف السيل وول بريفنت ايه؟ الاوفر اكسبانشن اوف ذا سيل. طبعا احنا عارفين ان الخلايا النباتيه بتكتسب طعام وغذاء وميه، ممكن يحصل لها تمدد وتنفجر. طب مين اللي يظبط الاداء ومين اللي يظبط الخليه؟ السيل وول. تمام. هنيجي بقى نتكلم بعد كده عن تركيب السيل وول بالتفصيل. السيل وول ده لوحده بيتكون من 4 طبقات، عشان كده هو بيعتبر الدعامه الاساسيه للنبات وبيوفر الحمايه للنبات. بيتكون من 4 طبقات: اول طبقه الميدل لاميلا، تاني حاجة البرايمري وول، تاني حاجة السكندري وول، رابع حاجة التيرشري وول. أول حاجة الميدل لاميلا هنتكلم عنها بالتفصيل، أو الصفائح الوسطى. طبعا لو تتخيلوا معايا يا دكاترة إن في خليتين نباتيتين جنب بعض، الميدل لاميلا بيفصل بينهم، اسمها الصفائح الوسطى أهو. is the outermost layer of the cell wall، ده آخر طبقة من طبقات السيل وول. rich in pectin، غنية بالبكتين، دي مادة من المواد اللي بتدعم السيل وول، وهنتكلم عن المواد دي بالتفصيل بعد كده. which glies the plant cells together، يعني بتربط الخلايا النباتية ببعضها، ده الميدل لاميل اللي هي الصفائح الوسطى. طب بعد الصفائح الوسطى في طبقة اسمها طبقة البرايمري وول. طبعا ده كله بنتكلم يا دكاترة في تكوين السيل وول. بعد الميدل لاميلا برايمري وول، ودي بتبقى طبقة رفيعة عادية ومرنة، ثين فليكسبل وول. بعد كده السكندري وول، ودي تعتبر الطبقة اللي في السيل وول اللي بتكسب السيل وول الصلابة والسماكة، ثيك اند ريجيد وول. تمام. رابع طبقة تيرشري وول، ودي بتتكون في مراحل متقدمة جدا من النبات، حتى مش موجودة في بعض النباتات التيرشري وول، وبتتكون في بعض النباتات بعد مراحل متقدمة جدا من السن، أو during the differentiation of the cell، أثناء انقسام الخلية. بعد كده the cell undergoes different chemical modifications in its structure like deposition of many materials in the cell wall such as، يعني بيحصل تغيرات كيميائية كده في السيل وول بتؤدي إلى ترسيب deposition of many materials، بعض المواد زي السليلوز والهيمي سليلوز والليجنين وكيوتين سوبرين كايتين.
وهنتكلم عنهم بالتفصيل في السلايد الجاي. طبعا دي رسمة بتوضح لنا البلانت سيل اللي احنا كنا شرحناها في الاول. الرسمة ديت عبارة عن السيل وول اهو، السيل وول بيحيط بالسيل ممبرين، وجوه طبعا السيتوبلازم مغموس في بعض العضيات اللي احنا اتكلمنا عنها. الفيكيولز دي السبيسز اللي احنا قلنا بتخزن الفود اند ووتر، والنيوكليوس النواة، والميتوكوندريا اللي هي مسؤولة عن الطاقة. طبعا الريبوسومز والجولوجي بولز ديت طبعا مش علينا، احنا طبعا علينا الحاجات اللي احنا شرحناها بالظبط. طب احنا قلنا هنتكلم عن انواع السيل وول، عشان ما تتوهش مني برضو نرجع تاني بنتكلم احنا دلوقتي عن تركيب الخلايا النباتية. اتكلمنا عن السيتوبلازم والسيل ممبرين والسيل وول. السيل وول دلوقتي بنتكلم بقى عن انواعه، بعد ما خدنا تركيبه وتكوينه بنتكلم عن انواع السيل وول، وده على اساس المواد اللي بتبقى مغروسه في السيل وول. اول حاجه السيلولوز وولز، هنتكلم عن السيلولوز بالتفصيل. الجدار الخلوي اللي هو بيبقى محتوي على السيلولوز. السيلولوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن برانشد تشين من البوليساكرايدز formed of glucose units attached like starch. يعني السيلولوز ده عبارة عن وحدات كده من الجلوكوز يعني مرصوصة جنب بعض، عاملة زي الستارش. لو انتوا كنتوا شفتوا شكل الستارش عبارة عن دواير صغيرة كده جنب بعض وملزوقة في بعض، فالجلوكوز وحدات الجلوكوز مرصوصة جنب بعض بالظبط كده، دي اسمها البوليساكرايدز يعني عديدة السكريات. تمام، هي دي السيلولوز وول. طيب السيلولوزيك وول هل بس بتحتوي على سيلولوز؟ قالك لا، بتحتوي على 3 حاجات. الياف كبيره كده اسمها سيلولوز، جنبها الياف صغننه اسمها الهيمي سيلولوز، and also pectin substances يعني مغروس فيها ماده البكتين. تمام. طيب طبعا مع كل سيل وول او كل حاجه بناخد تركيب او كيميكال تيست، قصدي كيميكال تيست لكل نوع من انواع السيل وول. يعني انا لو عايز اكتشف وعايز اتعرف ان السيل وول دوت في سيلولوز او في مواد تانية، اعمل ايه؟ تمام، قال لك الايودين. لو جبت الايودين وحطيته على الباودر بتاع السيلولوز وول ده هيديني بلو كلر ويز هيمي سيلولوز، ونو كلر ويز السيلولوز الترو الحقيقي. اذا انا لو حطيت ايودين على الباودر بتاع النبات ولقيت فيه لون ازرق طلع، اذا دوت الجدار ده نوعه سيلولوزيك وول وبيحتوي على هيمي سيلولوز. ماشي. تاني حاجة الليجنيفايد وولز، الجدار الخلوي اللي هو بيحتوي على الليجنين. الليجنين دي مادة زي السيلولوز بس بتكون أقوى منها وأكثر صلابة. حتى هنشوف الشكل لو جينا على السلايد اللي بعدها في سلايدز اهي. دوت مادة الليجنين، دي مادة الليجنين بتبقى غليظة كده وسميكة. نرجع تاني نشرح الليجنين وولز. الليجنين عبارة عن strong thickening and strong thin material which impregnates the cell wall of vessels and fibers. يعني المادة القوية دي والسميكة بتكون مغروسة ومغموسة في السيل وول بتاع الفيزلز اند فايبرز، الأوعية والفايبرز اللي موجودة في السيل وولز. تمام. بعد كده الكيميكال تيست فور ليجنين، بجيب انا مادتين، مادة الفلوروجليسينول زائد حمض ال HCl وبحطهم على الباودر. طبعا الفلوروجليسينول هي الصبغة زائد ال HCl هنحطه على الليجنين هيديني بينك اور ريد كلر، طلع لي لون احمر او بينك. اذا المادة الموجودة في السيل وول ديت بتسمى الليجنين. طيب تعالى على ثالث نوع من انواع السيل وول، السوبرايزد اند كيوتينايزد وول، يعني الجدار الخلوي اللي فيه كيوتين وسوبرين. طيب السوبرين والكيوتين بيتكونوا من ايه؟ من mixture of highly polymerized fatty acids such as subric acid. تمام. لو نيجي نفكر بعد تاني، اول نوع من انواع السيل وول اللي هو السيلولوزيك وول، تاني نوع الليجنيفايد وولز، دولت كانوا عبارة عن بوليساكرايدز يعني وحدات كده من الجلوكوز مترصية جنب بعض. اما السوبرايزد اند كيوتينايزد وول ده عبارة عن فاتي اسيدز، احماض
سوبريك اسيد وكيتونايزيك اسيد. تمام. السوبرين اند كيوتين زي الكورك والوكسس these act as waterproof. طبعا الجدار الخلوي ده موجود في الكورك القشرة، والوكسس الشمع اللي موجودين مثلا في اي خلايا نباتية، ودول بيبقى مسؤولين عن الووتر بروف، يعني حماية النبات من المية الخارجية. ماشي. السوبرين is a sinking agent found in، عبارة عن مادة لزجة سميكة موجودة في الكورك سيل زي ما قلنا في خلايا القشرة، والاندوديرمس دي من الطبقات برضو الخارجية للقشرة، والبرق اللحاء ده برضو من الطبقات الخارجية والمحيطة بأي نبات ولا تتخيلها مثلا على الشجرة. ماشي. طيب السوبرين ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الدارك كولرز، يعني اللون الاسود للنبات او اللون الداكن شويه، اللون الداكن اللي موجود في قشرة الشجرة من بره، هو ده السوبرين اللي موجود في الكورك سيل والبرك. ماشي. بعد كده هنتكلم على الكيميكال تيست بتاع السوبرين والكيوتين. هما 3 هنا. اول كيميكال تيست كلور زنك ايودين، بيديني يلو تو براون، يعني كلور زنك ايودين. بنراجع تاني على كلور زنك ايودين، دي المادة لو انا حطيتها على البودر بتاع السيلول اللي هو بيحتوي على السوبرين او الكيوتين هيديني يلو تو براون، يعني اللون كده هيبقى من اصفر لبني. تاني كيميكال تيست اللي هو السودان جليسرين، اللي هو السودان فري، الكيميكال تيست اسمه كده. لو جبنا السودان جليسرين وحطيناه على السوبرين والكيوتين هيديني لون ريد كولر. طبعا في الكيميكال تيست دي بتحفظ بس المادة واللون اللي بيدي، حاول تعلمها كده يعني تعال على ثالث كيميكال تيست اللي هو سترونج سوليوشن اوف بوتاش ستينز سوبرين اند كيوتين جيف يلو، يعني انا لو جبت مادة البوتاش وحطيتها على البودر بتاع السيلول اللي بيحتوي على السوبرين والكيوتين هيديني لون اصفر. يبقى احنا عندنا مادتين بيدوا يلو كولر، الكلورزينك ايودين والبوتاش. البوتاش ده عبارة عن بوتاسيوم هيدروكسيد. تمام. طبعا احنا لو سخنا البوتاش مع البودر بتاع السيلول وين وورمنج دروبليت اوف سوب، يعني هيحصل حاجه اسمها السابونيفيكيشن، يعني تصبن للماده اللي احنا عملناها ديت. اذا ده معناته ان السيلول دوت بيتكون من سوبرين وكيوتين. تمام. رابع نوع من انواع السيلول ميوسيليجينوس سيلول. الميوسيليج دوت اللي هو مادة مبدئية كده من الصمغ، عارفين الصمغ؟ ميوسيليج مي بي converted into gums، ممكن بيتحول الى جامز، يعني هو مادة مبدئية كده شبه الصمغ وبتتحول الى الصمغ فعلا اللي هي جامز inside the cell wall. طيب الميوسيليج is a polysaccharine that found in many plants، موجودة في العديد من النباتات او في عديد من اجزاء النباتات، زي الساق بتاع برونيز، يعني ده نوع من انواع النبات ستيم اوف برونيز، واللينسيد سيد اللي هي البذور. تمام. تعال بقى نتكلم عن الكيميكال تيست. الكيميكال تيست موجود فيها طبعا روسينيوم ريد بتعطي الريد كلر. لو انا جبت ماده اسمها روسينيوم ريد حطيتها على الباودر بتاع السيلول اللي بيحتوي على الميوسيليج هيديني الريد كلر. تمام. نراجع تاني، بقول على الميوسيليج سيل وول بتتكون من ميوسيليج اللي بتتحول الى جامز وموجودة في العديد من اجزاء النباتات زي الساق بتاع نبات البرونيز، زائد اللي هو بذر الكتان لينسيد سيد. كيميكال تيست مادة اسمها روسينيوم ريد بتتحط على البودر بتاع السيلول اللي بيحتوي على ميوسيليج بيديني ريد كولر. طيب خامس نوع واخر نوع من انواع السيل وول اللي هو الكايتينيوس وول، مادة الكايتين. مادة الكايتين موجودة في الانسكتس، في الحشرات. احنا طبعا قلنا ان السيل وول قد يوجد في بعض النباتات وبيوجد في بعض الحشرات. فالكايتين عبارة عن بوليساكرايدز بوليمر contains amino and acetyl groups. الكايتين عبارة عن
بوليساكرايدز برضو زي ما احنا قلنا في الاول عن السليلوز وقلنا عن الكيوتين عباره عن بوليساكرايدز، بس بفكركم بان السوبرين والكيوتين السوبرين والكيوتين عباره عن فاتي اسيدز، اما السليلوز عباره عن بوليساكرايدز، وهكذا زيه الكيتين اللي موجود في بعض الانسكتس. الكيتين is major part of the cell wall of some insects، دي الماده الاساسيه اللي موجوده في السيل وول لبعض الحشرات. تمام. تعال على النقطه اللي بعدها، بيقولوا ان الكيتين هو انهيتد with 50% من البوتاش at 170 درجه سليزيوس لمده ساعه، بتتحول الى شيتوزان او كيتوزان. لو انا جيت سخنت الكيتين ب 50% من البوتاش، قلنا اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد، عند درجه 170 درجه سليزيوس وسبتهم لمده ساعه في بيكر كده، هتتحول لماده اسمها الشيتوزان. تمام. نيجي نتكلم عن الكيميكال تيست بتاع الكيتين. طيب الكيميكال تيست بتاع الكيتين بعد ما سخن الكيتين مع 50% من البوتاش عند 170 درجه لمده ساعه، هيديني ماده الشيتوزان او الكيتوزان. هحط عليها نص ملي من محلول البوتاسيوم ايودايد. طيب انا لو حطيت نص ملي من محلول البوتاسيوم ايودايد ورجيت كده، هيديني فايولت كولر، لون بنفسجي. اذا الكيميكال تيست بتاع الكيتين بيدي فايولت كولر. الكيميكال تيست بتاع الكيتين بيدينا فايولت كولر بعد طبعا ما احط عليه البوتاسيوم ايودايد. الحمد لله، يبقى احنا خلصنا كده انواع السيل وول. لو نذكر بعض سريعا، السيل وول انواعه على حسب الماده الموجوده فيه. طبعا ماده السيلولوز يبقى سيلولوزيك وول، ماده الليجنين تبقى ليجنيفايد وولز. طبعا الليجنين والسيلولوز عباره عن بوليساكرايدز. لو في ماده السوبرين والكيوتين يبقى سوبرايزد اند كوتينايزد وول، ودول عباره عن فاتي اسيدز. بعد كده رابع نوع من انواع السيل وول الميوسيليجنس سيل وول، اللي موجود فيه الميوسيليج اللي هو الصمغ. خامس نوع من انواع السيل وول كايتينياس وول، اللي موجود فيه ماده الكايتين. جميل. بعد كده بقى هنتكلم عن انواع البلانت سيلز. طبعا احنا لو رجعنا تاني اتكلمنا عموما عن تكوين السيل بلانت، عباره عن السيتوبلازم والسيل ممبرين والسيل وول، واتكلمنا عن كل واحده بالتفصيل. نيجي بقى نتكلم عن انواع البلانت سيلز. برانشيميشس تيشوز او البرانكيميتاس تيشوز، كولانشيما سيلز او كولانكيما سيلز، وكورك فيشرز، وسكلارانكيميتاس تيشوز اللي هي بتتكون من سكلرايدز وفايبر. وخامس نوع الفاسكولار باندلز والزايلين فلويم. ما تقلقوش ان شاء الله هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل. اول حاجه برانشيميشس تيشوز، يعني الخلايا البرانشيميه. الخلايا البرانشيميه دي مشهوره انها موجوده في معظم اجزاء النبات، وبتقوم بوظائف حيويه كتيره جدا. يعني هي دي الخلايا الاساسيه للنبات، البرانشيما سيلز. طبعا اهو بيقولوا البرانشيما سيلز are the most common type of cells inside the plant، يعني ده النوع الشائع والموجود في معظم اجزاء النبات. طيب هنتكلم عن وظيفه الخلايا البرانشيميه دي. عباره عن 3 وظائف. اول وظيفه storage of water and nutrients، يعني مسؤوله عن تخزين الميه والمواد الغذائيه. تاني حاجه مسؤوله عن الفوتوسينثيز، عمليه البناء الضوئي. طب ليه؟ اي حاجه مسؤوله عن عمليه البناء الضوئي اكيد بتحتوي على كلوروفيل او البلاستيدات الخضراء due to presence of chlorophyll which is responsible for photosynthesis. طيب تالت حاجه بتسمح بالانترتشينج اوف جازز، يعني تبادل الغازات. طيب لو جينا نتكلم عن البرانشيما سيلز بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على جدار خلوي من السليلوز، very thin wall of cellulose. يعني الجدار الخلوي الموجود في البرانشيما سيلز نوعه سيلولوزيك، اللي احنا قلنا ان هي بوليساكرايدز، عباره عن جلوكوز يونتس مرصوصه جنب بعض، بس هي عباره عن very thin wall، يعني جدار رفيع كده من السليلوز. تمام. طيب لو جينا على تاني حاجه اللي هي الكلوروبلاست which contain chlorophyll that's responsible for photosynthesis، واحنا قلناها في الوظيفه الثانيه بتاعه البرانشيميشس تيشوز ان هي بتبقى مسؤوله عن عمليه البناء الضوئي بسبب وجود فيها الكلوروفيل اللي بيحتوي على الكلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء. طيب الوظيفه الثالثه بتاعه البرانشيميشس تيشوز، الخلايا البرانشيميه، اللي هي بتسمح بتبادل الغازات. طب تسمح تبادل الغازات ليه؟ لانها عندها intracellular space helping in photosynthesis، يعني مسافات بينيه كده وفجوات بين خلاياها بتسمح بتبادل الغازات، وبالتالي بتمد النبات providing
oxygen and energy، بالاكسجين، وبالتالي هيحصل النبات على طاقة. طيب بيقولوا ان البرانشيما سيلز بتعتبر living سيلز، طبعا خلية حيوية جدا لانها بتقوم بالعديد من الوظائف واهمها الفوتوسينثيز اللي هي عملية البناء الضوئي. تمام. طب البرانشيما سيلز دي موجودة فين في اجزاء النبات؟ احنا قلنا في معظم اجزاء النبات زي الزيلم والفلويم، الخشب واللحاء، اللي هي عبارة عن أحزمة وعائية. وموجودة برضو في الستيم، الساق والليفز، الأوراق والروت، الجذور والفلاور اند فروتس، يعني موجودة في معظم أجزاء النبات. أهي شكلها هو، لو احنا عايزين نشوف شكلها، عبارة عن خلايا جنب بعض فيها سبيس بتسمح بتبادل الغازات، وبالتالي بتمد النبات بالأكسجين، وبالتالي النبات بيحصل على الانرجي. تاني نوع من أنواع الخلايا النباتية كولانشيما سيلز أو الخلايا الكولانشيمية، برضو بتعتبر living cells living tissues. كولانشيما سيلز are living tissue that derived from، هي بتيجي من البرانشيما سيلز but have greater mechanical strength than the parenchyma cell. يعني هي بتيجي من البرانشيما سيلز نتيجة للتطور البرانشيما بتديني الكولانشيما سيلز، ولكنها بتختلف عنها انها اقوى شوية واسمك شوية. لو احنا جينا على السلايد اللي بعدها شفناها اهو، الكولانشيما سيلز عبارة عن بتحيط بها الجنين من كل ناحية، وبالتالي هي اسمك من البرانشيما سيلز. طيب تيجي النقطة دي نقراها. they are elongated cell، يعني خلية ممتدة كده unevenly thickened walls، يعني عبارة عن جدار خلوي سميك زي ما شفناه. they are thick cell due to، بسبب وجود السيلولوز والبكتين. فيا جماعة المادة الغليظة ديت معلش عبارة عن سيلولوز وبكتين. تمام. الوظيفة بتاعت الكولانشيما سيلز provide structural support and protection due to they have thick wall، يبقى هم عبارة عن وظيفتين، السبورت والبروتكشن، تدعيم الخلية وحمايتها، بسبب انها بتحتوي على ثيك وول غليظ شوية، لانه بيحتوي على البكتين والسيلولوز. تمام. بيقولك ملحوظة هنا ان الكولانشيما سيل not have intracellular space، لا تحتوي على مسافات بينية فيها، ده على عكس الخلايا النباتية اللي قبل كده، اللي هي ايه؟ البرانشيما سيل. تمام. اذا البرانشيما سيل بتبقى هي الوحيدة المسؤولة عن تبادل الغازات، اما الكولانشيما سيل مش مسؤولة عن تبادل الغازات. دي ممكن تيجي في الامتحان صح وغلط، يقول لك الكولانشيما سيل مسؤولة عن الانترتشينج ويز جازز، هنقول له غلط لانها لا تحتوي على الانترا سيلولار سبيس. كورك سيل ده ثالث نوع من انواع الخلايا النباتية، الكورك سيل يعني خلايا القشرة. طيب الكورك سيل is non-living cell، طبعا مش خلية حيوية لأنها لا تقوم بعملية البناء الضوئي أو ما بتقومش بعمليات حيوية يعني كبيرة في الخلية. طيب the plant axis increase in the diameter so cork cambium or phloem usually arises and appears. الوظيفة بتاعت الكورك سيل ودي أهم حاجة في الكورك سيلز، ممكن ديت اللي هتيجي في الامتحان هيقولك بس ايه وظيفة الكورك سيلز، او دي ممكن تيجي صح وغلط او اختر زي ما اتفقنا. هنقول البروتكشن، الحماية بس. طب هي موجودة فين؟ في الستيم والروت، في الساق والجذور، بتتركز في الساق والجذور. طبعا احنا فاكرين البرانشيما سيلز كانت موجودة في كل اجزاء النبات، ستيم وفلاورز وفروتس وروت والليفز وفي كل حاجة. ماشي. الكورك سيل وظيفتها برضو ووتر بروف، ما هو بتعمل بروتكشن عن طريق الووتر بروف اللي هي بتحمي النبات من دخول كمية زيادة من الماء بسبب وجود سبستانس بتسمى السوبرين. الكورك سيل موجود في سبستانس بتسمى السوبرين اللي هو بيعمل ووتر بروف. جميل. رابع نوع من انواع الخلايا النباتية سكلارانشيما سيلز او الخلايا السكلارانشيمية، بتتكون من حاجتين اساسيين. اول حاجة السكلارايدز، ودي عبارة عن ستون سيل، يعني خلايا حجرية كده صلبة شوية، اسمها سكلارانشيما سيلز، ولها شكل قطري and have isodiametrical shape. طيب هنتكلم عن الوولز بتاعت السكلارايدز، لها 3 صفات. اول حاجة طبعا احنا شايفين الشكل اهو بتاع السكلارايدز، اول حاجة thick walls، lignified walls. هي thick wall ليه؟
لانها بتحتوي على مادة الجنين. تالت حاجة traversed by bit canals، يعني بين الخلايا ديت عبارة عن قنوات تجويفية كده بتصل الخلايا بعضها البعض. طيب التجويف بتاع السكلرايدز دوت بيقولك is very small، صغير جدا. والسكلرايدز are present in seeds and fruits and barks، موجودة في 3 أماكن بس، في الفروتس والسيدز والباركس. تمام، خلاص كده احنا خلصنا السكلرايدز. هننتقل لتاني جزء من أجزاء الخلايا الفاسكولار باندلز اللي هو الفايبرز. طيب الفايبرز are elongated cells، يعني خلايا ممتدة كده with fused formed shape and tapering ends، يعني لها نهايات مدببة كده. تمام، انا اعتقد ان انتم متخيلين الفايبرز لاننا خدناه في الثانوي في الاحياء. الفايبرز are non-living cells، طبعا هي خلايا غير حية برضو with very small lumen، برضو لها تجويف صغير زي السكلرايدز. طب وظيفتها ايه؟ بتعمل كدعامة as support tissue. طيب الكيميكال تيست بتاعتها، لو احنا جبنا مادة ال HCl زائد الصبغة اللي هي الفلوروجليسينول وحطيناها على الباودر اللي فيه مادة الفايبرز واللي هي بتحتوي على الجنين، هتديني لون احمر ريد كولر. جميل. طبعا الفايبرز احنا عارفين ان هي موجودة في الفاسكولار باندلز، الأحزمة الوعائية. جميل. لو جينا بعد كده هنتكلم عن الفاسكولار باندلز اللي هو الخشب واللحاء. طبعا بذكركم معلش تاني بأنواع الخلايا النباتية. كنا اتكلمنا عن الخلايا البارنشيمية والخلايا الكولانشيمية، اتكلمنا عن خلايا القشرة، اتكلمنا عن الخلايا الاسكلرانشيمية اللي هي عبارة عن سكلرايدز والفايبرز. هنتكلم بقى عن الفاسكولار باندلز، اخر نوع من انواع الخلايا النباتيه اللي هي بتتكون من حاجتين اساسيتين. اول حاجه الخشب، وتاني حاجه اللحاء. طيب الخشب بيحتوي على الجنين، والوظيفه بتاعت الخشب the function is xylem conducts the water and minerals from the root to leaves، يعني بتنقل المواد الغذائيه والمعادن والميه من الجذور للاوراق. يبقى نحفظ الزيلم كده، والخشب عباره عن قنوات توصيليه بس تنقل المواد الغذائيه والميه من الجذور للاوراق. الزيلم is considered as a supported element، يعني برضو بتعتبر كدعامه للنبات اكيد. تمام. الكومبوزيشن بتاع الزيلم بيتكون من 4 حاجات. اول حاجه البرانشيما سيلز، قلنا البرانشيما سيلز موجوده في معظم انواع او اجزاء النبات بما فيها الخشب، وحتى هنلاقيها في الفلويد. طيب تاني حاجه الفايبرز، تالت حاجه التراكيدز، رابع حاجه الفيزلز. تمام، احنا بس هنعرف تركيب الخشب بس، يعني هتعرف بس ان هو في تراكيدز وفي فيزلز وفايبرز وبرانشيما سيلز. طيب هنتكلم عن تاني نوع او تاني جزء من انواع الفاسكولار باندلز، هو الفلويم اللي هو اللحاء. عبارة عن active life cells، خلايا حيوية نشطة which located outside the xylem، موجودة خارج الأوعية الخشبية. طبعا الconducting cell of vascular systems دي خلايا الخشب اللي هي عبارة عن بوز مدبب أو نهاية مدببة أهو زي ما احنا شايفين. طيب the two most common cells in phloem are the companion cells and sieve cells. طبعا لو احنا فاكرين من الثانوي في خليتين بتحيط باللحاء اللي هي الخلية المرافقة والخلايا الغربالية، دي أشهر نوعين من أنواع الخلايا الموجودة في اللحاء، نحفظهم بس كده. طيب وظيفة الفلويم ايه؟ احنا قلنا وظيفة الخشب conducting cell، يعني مواد موصلة للمواد الغذائية والمية من الجذور للأوراق. هنا برضو الفلويم conduct food from the leaves to the rest of the plant. العكس بقى، بتنقل الطعام بعد او الغذاء او المواد الغذائيه اللي اتصنعت بعد الفوتوسينثيز، بتنقلها بقى من الاوراق اللي حصل فيها عمليات البناء الضوئي الى جميع اجزاء النبات عشان يحصل على الطاقه. جميل. طيب تركيب اللحاء ايه؟ قلنا طبعا الكومبانيون سيلز اللي هي الخلايا المرافقه والسيف سيلز اشهر نوعين من انواع الخلايا اللي موجوده في اللحاء، زائد البرانشيما سيلز اللي احنا قلنا موجوده في كل انواع اجزاء النبات، زائد الفايبرز. طبعا هيديك معلومه صغيره كده عن الكومبانيون سيلز اللي هي الخلايا المرافقه،
بيقولوا retain their nucleus and control the adjacent safe. يعني الخلايا المرافقة ديت بتحتوي على النواة اللي هي طبعا مسؤولة عن الطاقة اللي بتديها للفلويم اللي هو اللحاء. كمان الكومبانيون سيلز الخلايا المرافقة control the adjacent safe cells بتتحكم في كل أعمال الخلايا المجاورة ليها. تمام. طيب احنا الحمد لله كده يعتبر يعني خلصنا الشابتر خلاص. بس حاجة سريعة، ده يعتبر قطاع عرضي في الورقة بيتكلم او راسم لنا كل انواع الخلايا النباتية. البرانشيما سيلز اللي قلنا اللي هي جنب بعضها هيت وبينها سبيسز مسؤولة عن تبادل الغازات، ودي الكولانشيما سيلز طبعا ما فيش بينها سبيسز ومش مسؤولة عن تبادل الغازات. وطبعا بيتكلمنا عن خلايا الكورك اللي هي القشرة، وطبعا ده الإيبيديرمس وده الفيلوديرم وده الكورك كامبيوم. طبعا دي طبقة تانية من أنواع الكورك. لو جينا على السلايد اللي بعدها دي طبعا تجميعة للشابتر. احنا تمام كده خلصنا. احنا كنا اتكلمنا في الأول عن تكوين الخلية النباتية، اتكلمنا عن السيل ممبرين بالتفصيل والسيتوبلازم، وقلنا عبارة عن مادة سائلة وعبارة عن جل كده وبيحتوي على بعض الأعضاء زي الميتوكوندريا والنيوكليوس والكروموزومز، واتكلمنا عنهم بالتفصيل. الميتوكوندريا اللي هي مسؤولة عن الطاقة، والنيوكليوس المادة الوراثية، وهكذا الكروموزومز. وبعدين الفاكيولز اللي هي عبارة عن فجوات بتخزن فيها الطعام والمية، والنيوكليار ممبرين الغشاء اللي بيحيط بالنواة، كلوروبلاست اللي هي البلاستات الخضراء المسؤولة عن عملية البناء الضوئي، وبعد كده السيل وول. واتكلمنا عن وظائف السيل وول بالتحديد 3 وظائف، قلنا السبورت والبروتكشن والبريفنت. وبعد كده اتكلمنا عن تكوين السيل وول، قلنا عبارة عن 4 طبقات فوق ورا بعض. الميدل لاميلا اللي هو بيتوسط خليتين نباتيتين، ثم لكل خلية نباتية ال3 طبقات دولت. بعد كده البرايمري سيل وول، سكندري وول، وبعدين التيرشري وول، وتركيب كل واحد فيهم. طبعا دي تجميعة لو تقدروا تصوروها وتكتبوها تبقى كويسة جدا للمذاكرة. بعد كده اتكلمنا عن انواع السيل وول: سيلولوزيك وول، ليجنيفايد وولز، سوبرايزد اند كوتينايزد وولز، ميسوليجينوس وولز، وبعدين كيتينيوس وولز. طبعا اهم ما يميز بس كل حاجه كده سريعا: السيلولوز والليجنين عباره عن بوليسكرايدز، سوبرايزد وكيتينايزد زي ما اتفقنا عباره عن فاتي اسيدز. الميوسيليج اللي هو الصمغ اللي هو بيتحول بعد كده لجمز، وبعدين كيتينيوس وولز اللي هي موجوده في الانسكتس. احنا كده خلصنا دكاتره، ارجو ان شاء الله تكون فهمتوا الشابتر، وربنا ينفع بيكم ويوفقكم ان شاء الله. واللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.